مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. طبعا الكام يوم اللي فاتوا دول كل اللي شاغل جماهير النادي الأهلي والرأي العام الأهلاوي هو موضوع المدير الفني. أنا بصراحة برفض الطريقة اللي في ناس كتيرة بتتعامل بيها في الموضوع ده، وإن تطلع كل يوم تهبد لك كده أو تدي لك اسم وخلاص علشان تشغل الرأي العام بيه، أو علشان إن أنت تفضل تتابعه وتفضل كل شوية يقول لك اسم تاني ويرجع بعد الظهر أو بالليل ينفي الخبر ده. كل اللي بيطلع حاليا في الإعلام هو عبارة عن اجتهادات، ولكن الحقيقة من جوه مجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي نفسه حتى الآن غير مستقر على اسم المدير الفني. في سيفيهات كتير كانت مطروحة، السيفيهات دي قلت، ولكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة علشان ما تنساقش ورا الفيديوهات والأخبار اللي بتتقال دي. النادي الأهلي علشان بس الناس كل مرة بترفع طموح وسقف الطموحات بتاع جماهير النادي الاهلي، وتقول لك ان في مدير فني هيجي للنادي الاهلي هيبقى مثلا تكلفته 5 او 6 مليون دولار، بيضربوا لك اسماء عالميه. انا بقول لك بنسبه 100% ان الاسماء دي غير مطروحه في النادي الاهلي. ده في صحفيين واعلاميين بيطلعوا يقول لك ان الاهلي بيفاوض سباليتي، الاهلي بيفاوض مش عارف ممكن تلاقيه بيفاوض مثلا لوف او اي مدرب عالمي ممكن مرتبه يبقى 6 او 7 مليون دولار. عارف لو مرتبه في اوروبا 5 او 6 مليون دولار علشان يجي لك في مصر وعلشان يدرب النادي الاهلي، هيزود 2 او 3 مليون دولار على السالري بتاعه اللي بياخده في الدول الاوروبيه. فعلشان كده مش عايز الناس تصدق الكلام اللي بيطلع يتقال ده، وترفع سقف طموحاتك بشكل كبير جدا جدا، علشان في النهايه النادي الاهلي مش هيدفع الارقام دي، ومش هيدفع مثلا 5 او 6 مليون دولار، حتى 4 مليون دولار هو مبلغ كبير على النادي الاهلي. فهتلاقي في النهايه النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني هتبقى تكلفته في النهايه مثلا 3 مليون دولار بالكتير. فعلشان كده زي ما بقول لك انا رافض الاسلوب اللي فيه ناس كتيره بيتبعوه، وللاسف ان في ناس كتيره بتصدق الكلام ده. فعشان كده انا مش عايز اضحك على جمهور النادي الاهلي واطلع اقول لك اسماء عالميه، وفي النهايه تلاقي اسم يعني هيكون اسم كويس ولكن ما هواش الاسماء العالميه اللي انت بتسمعها. وما تصدقش الكلام ده، لان الاسماء العالميه دي هتكون بعيده جدا جدا، وهتكون فوق البادجت اللي النادي الاهلي حاطه علشان المدير الفني. واحنا ان شاء الله اول ما نعرف الاسم اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاه بشكل جدي هنطلع نقول لك كل الكلام. الاسماء اللي اتقالت، المدربين البرتغاليين، المدرب جوميتش، بينتو، كل الناس دي هي عباره عن اتصالات من سماسرة. يعني النادي الاهلي بشكل رسمي ما اتصلش بحد فيهم او تفاوض مع حد منهم. علشان كده زي ما بقول لك ان لما يكون في اسم مجلس اداره النادي الاهلي يتفق عليه ويستقر عليه، هيتم التفاوض بشكل مباشر. ولكن النادي الاهلي مش مستعجل علشان ما ياخدش قرار سيء، خصوصا ان النادي الاهلي حط جهاز فني لغايه التوقف الدولي القادم، هيكون توقف كبير. فاذا هتلاقي المدير الفني بيتعلن اسمه قبل بدايه التوقف ان شاء الله، علشان هتلاقيه بياخد قياده الاداره الفنيه. والنادي الاهلي شايف ان هو لو تعاقد مع مدير فني الاسبوع ده او اللي جاي هيحصل تشويش على الجهاز الفني اللي ماسك بشكل مؤقت. تخيل كده لما اللعيبه تبقى عارفه ان انا هتدرب مع عماد النحاس 3 4 ماتشات، وعارفه اوريدي اسم المدير الفني اللي هيمسك الفريق. فاذا النادي الاهلي مدي حريه للكابتن عماد النحاس والجهاز الفني المعاون. دي كانت اهم الاخبار اللي موجوده جوه النادي الاهلي. علشان كده طبعا في خبر احمد عبد القادر برضه هتكلم فيه سريعا قبل ما نخش على الخناقات بقى اللي بتحصل في الوسط الرياضي المصري. في خناقه طبعا مرتضى منصور مع عمرو اديب، وبرضه كابتن سيد عبد الحفيظ وخالد الغندور. يعني سيد عبد الحفيظ عمل اسقاط كده، فخالد الغندور قعد بقى يرد عليه ويهاجمه. هنتكلم في الموضوعين دول، ولكن انا عايز اتكلم في حاجه برضو عن منتخب مصر. طبعا الف مبروك الفوز على منتخب اثيوبيا.
وان شاء الله المنتخب المصري على الاقل يتعادل مع بوركينا فاسو علشان نقرب من حلم الصعود لكاس العالم. الاداء ما كانش احسن حاجه في مباراه اثيوبيا، احرزنا هدفين من ضربتين جزاء، ولكن دايما المنتخب المصري بيبقى اداؤه كده في التصفيات. انا طبعا ما بعفيش الكابتن حسام حسن او الاداره الفنيه لمنتخب مصر من الاداء ده، ولكن حكمنا على حسام حسن او على منتخب مصر واداؤه هيكون في كاس افريقيا، علشان دي بطوله مجمعه. لو ما قدرتش ان انت تعمل اداء كويس وتعمل نتيجه كويسه وتخش النهائي او على الاقل قبل النهائي ويكون شكلك قوي، هتلاقي طبعا غضب من الجمهور المصري. حتى لو تاهلت لكاس العالم ساعتها هيحصل مطالبات باقاله الجهاز الفني، ولكن احنا دلوقتي حاليا مش عايزين نكسر فيه الجهاز الفني، احنا بندعم الجهاز الفني لحد ما نشوف ان شاء الله لما نصعد كاس العالم، وبعد كده نشوف الاداء اللي هيكون موجود في كاس افريقيا. بص، هيطلع كلام وهيطلع انتقادات دايما على زيزو. كل يوم لو زيزو كح هتلاقي في اعلاميين وفي ناس صحفيين طالعين يهاجموه، طبعا لانتمائهم الزملكاوي، طبعا عايزين يكسروا في زيزو. زيزو يطلع يعمل اعلان ينتقدوه، اعلان مش عارف اكل ينتقدوه، يطلع يسلم او ما يسلمش على حسام حسن يطلع برضه يقول لك لا ده زيزو غضبان. يعني ما فيش، كأن الشهر او الشهرين اللي فاتوا دول ما فيش في الكرة المصرية كلها اي لاعب الا زيزو انتقاد فني زيزو. يعني حتى النادي الاهلي كل اللعيبه ومعظم اللعيبه ما كانتش في حالتها الفنيه الفتره اللي فاتت، ولكن الاعلام مركز فقط على زيزو ومش بيتكلم على اي لاعب تاني جوه النادي الاهلي. علشان كده انا بكلم جمهور النادي الاهلي طبعا ما تنسقش ورا الكلام ده، لان ممكن في ناس تلاقيها من الجمهور لما تلاقي ناس عماله تنتقد مثلا تلاقيها انساقط وراهم وبدا بقى يحصل تراشق ما بين الجبهتين. ولكن طبعا دي ليها مغزى معين، الناس اللي عماله تهاجم زيزو علشان تهد فيه. هنروح بقى لاخر حاجه زي ما بقول لك، الخناقات اللي بتحصل جوه الشارع الرياضي المصري. انا شايف كان طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ طالع مع ابراهيم فايق وعمل اسقاط. هو على فكره كان بيشيد بخالد الغندور في الكلمه اللي كان بيقولها، ولكن انهاها باسقاط لما قال ان خالد الغندور دمه تقيل. فطبعا خالد الغندور رد وقعد يقول بقى على سيد عبد الحفيظ مونولوجيست وبيطلع مش عارف ايه في البرامج والكلام ده. انا مش مع الاسقاطات طالما انا ما فيش بيني وبينك صداقه. يعني انا مثلا الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا هو عارف بيقول ايه والكلام ده كله، ولكن لو انا بيني صداقه ما بيني وبين خالد غندور وبنتقبل الهزار مع بعض ممكن اقول اسقاط كده. ولكن خالد غندور طبعا كبر الموضوع وبروزه لما خد تصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ وقعد بقى ينتقد او قعد يقول كلام قوي جدا جدا يهاجم فيه سيد عبد الحفيظ. ولكن الموضوع انا شايف انه ما كانش يستاهل الهليله الكبيره دي. وخالد غندور بيعمل اسقاطات كتير جدا جدا. فاعتقد ان الموضوع كان ممكن يخلص بشكل ودي، وبدل ما الموضوع يفضل يكبر ما بينهم زي ما شفنا. وده اللي هياخدني طبعا على رد مرتضى منصور على عمرو اديب. عمل فيديو ناري وقعد يهاجم فيه عمرو اديب ويوجه رساله واستغاثه للملك او ولي العهد محمد بن سلمان علشان ياخد له حقه من عمرو اديب. ده غير طبعا البلاغات اللي مرتضى منصور قدمها ضد عمرو اديب بسبب اتهامات عمرو اديب بعمولات مرتضى منصور والعمولات بتاعه اولاده. فهنشوف الفتره اللي جايه فيها ايه. طبعا نتمنى ان الوسط الرياضي كله يهدى، ولكن للاسف هو ده اللي بيعمله الاعلام علشان تحس ان ساعات كده بيختلقوا مشاكل علشان الناس تجيب مشاهدات وعلشان الناس تتفرج عليه. فاول حلقه عمرو اديب عملها لما رجع من اجازته هاجم مرتضى منصور بشكل قوي جدا جدا، وكان ال يعني السبب اللي هو قاله علشان هجومه ده ان مرتضى منصور هو اللي قدم بلاغ بتاع الارض بتاعه نادي الزمالك. فالفتره اللي جايه هنشوف طبعا هيحصل ايه في
الاحداث دي كلها اللي بتحصل، وان شاء الله نقدر نجيب لكم اسم المدير الفني اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاه بشكل رسمي. ولكن حاليا كل اللي بيتقال ده اجتهادات، واتمنى ان الناس ما تصدقش كل الاسماء الكبيره قوي 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 اللي الناس بتطرحها، لان الناس دي بعيده عن النادي الاهلي. استنونا في حلقه جديده، وان شاء الله في اخر الاخبار في الكوره معاك.